عندي زوجي معايا هو اللي يحرث، هو اللي يداوي، وانا في الثاني مع بالنسبه للخوخ يحب برشا خدمه، برشا متابعه. لازمك تبدا من الاول باش تصبروا، تنحي له الحطب نتاعو وتنظفوا من الثانيه وتخدموا بالمسحه. لازم يتخدم بالمسحه وتتحط له الاسمده، وبعد كي تعمل العرشه نتاعها زاد يحب له برشا متابعه، برشا تعب. لازمك ديما تراقبها في الدواء، خاطر هي عندك الخوخ يمرض فيسا، لازمك ديما تراقبه في الدواء وكل شيء. تعبنا عليه برشا خدمه وفيه برشا تعب. عنده نظام في الماء، ما تنجمش تزيدوا اكثر من السوايع اللي يلزمها في الماء نتاعو. هذه من شملات المهندس هو اللي قسمهم لنا، وانا يلزمني نشرف على الخدامه باش يبدا عنده مراتب. مرلوله في العرشه كيفاش يشرب، ومن بعد كي تعمل كعبه كيفاش يشرب، وكي يطيب كيفاش يشرب. يلزمني نعطي الورقه اللي يخدم لهنا في الماء باش 4 سوايع والا 5 سوايع، ما يزيدهمش وما ينقصش منها. مرلوله كي يبدا عامل عرشه، وبعد كي الكعبه، وبعد كي يطيب الكعبه، ومع الاسمده والدويات. كل عام هكا يتزبر ويتلم الحطب نتاعو. كل عام يعمل برشا حطب، ونخرجوه ونحرثوه من الحشيش ونخدموه بالمسحه وغبار يكبر. احنا نتبعوا فيه خاطر هو العنب يحب برشا لهوه، باش يطلع لك هكا مع الشجره مع العرسه هذه مستوي، يلزموا لهوه كبيره. وبعد كي ولا ينتج، وبعد ما وجهناه هكا الساعه عملنا له الشبكه من بعد كي يبدا ينتج نعملوا له الشبكه ذيك على خاطر العصفور والحجر للكعبه، ما عندهاش دور في النبته. كان في السابع عندها دور. العنب تحب لهوه كبيره. توا تبدا من ديسمبر تصبرها وتربطها كما هكا وتحرثها وتبدا تداوي فيها من توا العنب. وكل يوم يلزم عندك فيها الخدمه، كل يوم فيها الخدمه. توا بعد ما نربطها هكا وندويها نحولها القشره ذي الكل هكا الكل قشرها بكلها، خاطر فما مرض هكا تشوف، ولا هكا الواحد البابوش هو اللي يعمل لها المرض. قشرها وندهنوها بالجي. علاش حاب نقولوا علاش نحوها؟ شوف هكا كي نحوا العرشه من كتل بيض ذوما، ما تنجمش حتى كي يداوي يبدا مسكر عليها الوحده ذي. ما تنجم تعمل اللقطه البيضه ذي من بعد تعمل كيف العسل. العنقود نتاع العنبه يفسد، يولي بكله كيف العسل هكا موجوده. شفتها احنا كل عام نحوها هكا. وعندك الوحده اسمه هو البابوش يولد تحت القشره هذه وياكلك دوب ما تخرج العرشه ولا العنقود هو ياكلها. ما تنجم تعملوا حتى شيء، حتى دواء تنجمش تعملوا حتى دواء. ما تنجمش تحال عليه كان هكا وتعملوا جير ما عادش ينجم يطلع للنبته الفوق ياكلها. وبعد نبدا نتابعوا كما في العرشه، كل هذه كل وحده تخرج العرشه والعنقود كل وحده. علاش احنا نحسبوها خاطر العنبه ما تنجمش تهز اكثر من طاقتها، تنجم تخلي لها 13 ولا 14 كما تبدا هكا. من بعد يجوك العناقد صغار، يجوكش عناقد كيف ما تحب انت. نحكموا فيها من توا، واذا حتى من بعد لقيت روحك برشا عناقد تنقص فيها، طيح من العناقد نتاعها باش تجيك صابه باهي ومزيانه وعنقود كبير. هذه العنبه مزبوره تو، نجيبوا شكون احنا يفهم في الزبيره باش يخلي لك العود اللي هو يلزمو يبقى، ماهوش العود اللي يجي يبقى باش يولد، عود خاص. هو نجيبوا شكون يفهم هو اللي يزبر لنا فيه، هو اللي يزبر لي فيها وبعدها لي يخليها. وانا نربطها هكا من بعد، هكا نربطها باش ما يحلهاش الهواء، خاطر تنجم كي ما تربطهاش هكا بالقدا نهار يجي اي هواء هي تبدا معبيه بالصابه تتحل. لازمك هكا تربطها. احنا قبل كنا نخضروها والا نسوقوا بها نبيعوها. بالنسبه للعناول بحكم كورونا انا نقف عن سي باش ننظفوا العنقود باش نخرجوا حاجه مزيانه، وانا اللي نعبي في اللمات نتاعها، وانا اللي نوزن نخرجوا له الحطب كل عام ونخدموه بالمسحه هكا والغبار والاسمده وهكا. هو ما فيش برشا مراقبه. الرمان افريل هكا، اخر افريل مارس افريل يبدا ماي عطاه الحبه نتاعو ولا ينتج؟ اي ينتج. وقت زرعتوه عنده عامين توا ينتج، عنده 5 سنين. هذا الزيتون بابا الله يرحمه هو اللي زرعه، مش احنا. هذا 500 زيتونه، فيه السيالي وفيه الكوبري وفيه العادي اللي نعملوا منه الزيت. تو كان الزبروس زاد نفس الحكايه، نلموا له الحطب نتاعو ونحرثوه
بالنسبه للزيتون ما فيش برشا خدمه، تحرثه كان على حشيش وشويه دواء وكهو، ولا من بعد كي تجمع وتعصروا في المعصر، تستعمل الزيت نتاعو اللي باش تعمل الزيت واللي باش تملحه، هذاك واحد وهذاك ما عندناش مشكله في التنعام. وحتى كي عندنا العائله تجي للزيتون ونعملوا الجو فيه، تجي العائله الكل ما شاء الله، احنا 9 وبصغارنا ما شاء الله ما عندناش اشكاليه في الجميع نتاع الجمله. ما عندنا ديما ستنسيه معنا العام الكل، احنا بدنا يلزمنا نعملوا لهم الخدمه باش ما يقفوش، حتى ولو وحده خرجت وجات وحده، المهم ديما يخدموا. طيب عشان نقضي قاعدتي، حتى المرقوم تعلمته على امي تعمل المرقوم، تعلمته عليها، نحبه المرقوم، عملته كتبدا مطر ولا هكا، حتى في الليل نعمل حتى شويه هكا، مغرومه بها برشا المرقوم. بالنسبه للمراه الفلاحه فيها برشا صبر الفلاحه غرام كبير، اذا تبدا مش مغرومه بها ما تنجمش تخدمها الفلاحه، وتضحى وتعب، والفلاحه اذا تعطيها تعطيك، اذا تخدمها بالقديره تعطيك، سواء نبته والا زفاء. بقينا توا الفلاحه، انا ما نحبش البرنامج اللي يشكوا فيه برشا، اما هي بقينا الفلاحه تعبت خاصه المراه اللي في الفلاحه ما فماش حاجه تشجعها، ما فما حتى شيء يشجعها. المراه توا الفلاحه مراه ونص، تنجم تخدم الفلاحه وحده وتنجم تنتج، مش كان الراجل ينجمها الفلاحه. برشا نساء انا نجم ننجحها الفلاحه وحدي، نجم تخدم، اللي مغروم بها ينجم يخدمها الفلاحه.